خوتي العزاز، السلام عليكم. قبل ما نبداو بغيت نسولكم واحد السؤال. شحال من مره سمعتوا بشي واحد متقفينو على خدمته، ولا شي وحده ساحرين لها باش ما تتزوجش؟ شحال من مره سمعتوا بلي كاينه شي فقيهه واعره في ديك المدينه اللي كتفاجئ الهم؟ في المجتمع ديالنا، المجتمع المغربي، حنا عايشين بجوج ديال الوجوه. وجه كيشوف لقدام التكنولوجيا والعلم، وجه باقي شاد في الارض وفي التقاليد وفي المعتقدات اللي ورثناها من جدودنا. كنامنوا بالله ولكن كنخافوا من العين، كنقراو القران ولكن كنعلقوا الخميسه في الدار. وهذا العالم الخفي ديال الجن والسحر والشعوذه هو جزء لا يتجزأ من الثقافه ديالنا، سواء بغينا نعترفوا به ولا لا. ولكن شنو كيوقع ملي داك الخيط الرفيع بين الايمان والخرافه كيتقطع؟ شنو كيوقع ملي بنادم في لحظه يأس كيمشي يقلب على الحل المشاكل ديالو عند الناس اخرين، الناس اللي كيقولوا انهم كيهضروا مع العالم الاخر؟ وشنو كيوقع ملي داك الشخص اللي مشيتي عنده باش يداويك كيكون هو اكبر مرض، وهو الموت بعينيه؟ القصه ديالنا اليوم هي على هذا العالم، قصه على اشهر مشعوذه يمكن داز في التاريخ الحديث ديال المغرب. المراه الاسم ديالها كان كيخلع، ولكن الناس كانوا كيمشيو عندها من كل مدينه، كيمشيو عندها بالذهب وبالفلوس باش تحقق لهم الامنيات ديالهم. مراه كانت دارها قبله لليائسين، وما كانوش عارفين ان ديك الدار هي مقبره جماعيه. هذه هي القصه الحقيقيه كامله ديال رقيه بنت الحنش، سحاره ديال القنيطره، في التسعينات وفي بدايه ديال الالفينات، وبالضبط في القنيطره في واحد الحي شعبي ولكن معروف سميتو لا فيلوت. كانت واحد الدار، وديك الدار ما كانتش بحال ديال الاخرين، كانت ديما عامره بالناس خصوصا العيالات. ديما كتشم منها ريحه ديال البخور القويه بحال الجاوي والسودانيه، وكتسمع فيها اصوات غريبه. هذيك كانت هي الدار ديال الفقيهه رقيه بنت الحنش. رقيه ما كانتش مشعوذه عاديه، كانت اسطوره، مراه في السن ديال الخمسينات، شخصيتها قويه وكلامها قاصح وعينيها حادين. كانت عندها واحد الهبه وواحد السلطه اللي كتخلي بنادم يخاف منها ويحترمها في نفس الوقت. كانوا الناس كيقولوا باللي كتخدم بالجيش ديالها، يعني عندها خدام من الجن. وكان عندها واحد اللقب اللي كيشرح كل شيء، بنت الحنش. والحنش في الثقافه ديالنا كيرمز للقوه والخبث والعالم السفلي. الناس كانت كتجي عندها من كازا، فاس، من اكادير، كل واحد وهمه. هل اللي باغي يتزوج، هل اللي باغي خدمه، هل اللي شاك في مراته، هل اللي مريضه والاطباء ما لقاوش ليها الدواء. كانت كدير كل شيء، تفوسيخه، تقافل، دول كارطه، وحتى السحور. البروتوكول كان معروف، كتجي كتسنى نوبتك بالسوايع، وملي كتدخل عندها كتكون بوحدك في واحد الغرفه مظلمه فيها الشمع ورموز غريبه في الارض. ملي كتعاود لها مشكلتك هي كتطلب منك طلبات غريبه بحال التصاور ديال داك الشخص ولا الحوايج ديالو، واهم حاجه هي فلوس صحيحه. كانت كتقول بلي الخدام ديالي ما كيخدموش فابور، بغيتي حاجتك تقضى سيدي حط الفلوس، ما بغيتيهاش سير الله يعاونك. رقيه بنت الحنش على مدى سنين بنات واحد الامبراطوريه ديال الشعوذه، جمعات فلوس صحيحه، الذهب والمجوهرات، والسمعه ديالها كانت غدا وكتكبر. ولكن في نفس الوقت كانت كاينه واحد الظاهره غريبه كتوقع في المدينه، ظاهره حتى شي واحد ما ربطها بها في الاول. من بعد سنوات كانوا الناس كيختفيو في ظروف غامضه في القنيطره والنواحي ديالها، ولكن هاد الاختفاءات كان ديما كيتلقى لها تفسير منطقي. نعاود لكم على عائشه. عائشه كانت واحد السيده لاباس عليها، مزوجه ولكن ربي مرزقهاش بالذريه. سمعت برقيه وهي تمشي عندها. رقيه قالت ليها انا نخليه يولي بحال خاتم في صبعك، ونحلك حزامك وتولدي، ولكن خاصك خدمه كبيره، خاصك تجيبي لي كاع الذهب اللي عندك باش نخدموا عليه. عائشه بقوه الياس اللي فيه مشات جابت الذهب ديالها ومشات عند رقيه، ومن داك النهار ما عاودت بانت. عائلتها قلبت عليها وبلغت البوليس، ولكن والو، سيدها ما لقاو لها حتى شي اثار. ولكن الاشاعه اللي خرجت واللي رقيه براسها يمكن هي اللي لقاتها هي ان عائشه هربت مع شي عاشق ديالها لاوروبا. صافي، والقضيه تسدات. قضيه اخرى عاود ديال حميد، شاب في العشرينات اللي الحلم ديالو هو الحرق لاسبانيا. جمع واحد المبلغ ديال الفلوس باش يعطيه لشي باطيره. صاحبو قال ليه سير عند الفقيهه رقيه دير لك شي خدمه نقيه باش ربي يسهل عليك. حميد دا دوك الفليسات اللي ضرب عليهم تماره وجمعهم بالعرق الناشف ومشى عند رقيه. من داك النهار ما عاودش رجع لدارهم. عائلته ملي ما بقاوش كيسمعوا اخبارو قالوا بلي صافي ولدنا راه وصل وقطع اسبانيا وقطع كلشي موراه باش ما يرجعش. حتى شي واحد ما شك بلي وقعت شي جريمه. وهكا اللائحه ديال المختفين كانت كتطوال ولكن بهدوء. ديما الضحايا كانوا ناس عندهم فلوس ولا ذهب ولا شي ممتلكات، وديما الاختفاء ديالهم كيكون عنده شي تفسير جانبي. رقيه كانت ذكيه بزاف، كانت كتختار الضحايا ديالها اللي عارفه ان الغياب ديالهم ما غاديش يثير الشكوك، وكانت هي براسها كتصنع الاشاعات اللي كتبعد عليها الشبهات. كانت كتقتل الناس، والناس كيبقاو يمشيو عندها باش يلقاو حلول لحياتهم. دازت سنين رقيه بنت الحنش ولسبب من الاسباب باعت ديك الدار المشؤومه اللي في لافيلهوت ورحلات لمدينه اخرى باش تعيش بالثروه اللي جمعات. الدار ديالها شراتها واحد العائله جديده،
عائله بسيطه بغات تبدا حياتها من جديد. الدار كانت قديمه ومحتاجه شويه ديال الاصلاحات، وهما يجيبوا البنايه باش يبداو الخدمه. اول حاجه بغاو يديروها هما يحيدوا داك الزليج القديم ديال الارض ويديروه في بلاصتو زليج جديد. نهار اثنين البنايه بداو الخدمه ديالهم، جابوا المطارق الكبار وبداو في الحفير. مع اول ضربه بدات كتطلع واحد ريحه ماشي عاديه، ماشي ريحه الغموليه العاديه ديال الديور القدام، لا 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 لا، ريحه غريبه، ريحه ديال شي حاجه ميته، شي حاجه خانزه. واحد من البنايه قال بلي يمكن هذا غير شي قط ميت هنا ولا شي فار كبير، ولكن كل ما كانوا كيزيدوا يهرسوا كل ما الريحه كانت كتزيد تقوى. حتى لواحد اللحظه واحد من الخدامه وهو يضرب بالمطرقه، هنا حس بها بلي غرزات في شي حاجه ماشي قاصحه بحال الحجر. هو يحبس وبدا كيحيد داك التراب والحجر بيديه شويه، وهو يلقى شي حاجه رطبه بحال شي طرف ديال الثوب قديم. جبدها وبانت ليه الصدمه ديال حياته. كان طرف من الكفن وتحت منه كان شعر ديال بنادم وشي عظام. البنايه رجع اللور وهو مدهشر، شي واحد ميت شي واحد ميت شي واحد ميت، كلشي تجمع. الخلعه بانت على الوجوه ديالهم. مول الدار جديد تصدم، ما عرف مسكين ما يدير، يلا شاري الدار وباغي يصلحها وباغي يبدا حياته، تلف مباشره. عيط للبوليس في دقائق معدوده المكان عمر بالبوليس. الفرقه العلميه والتقنيه جاو طوقوا الدار وبداو من اغرب وابشع عمليات الحفر في التاريخ ديال جريمه المغرب. داكشي اللي كان كيبان في البدايه جثه وحده، ما كانش بصح غير تحت الارضيه ديال البيت الاول. في البيت الاول جبدوا الهيكل العظمي الاول وحداه لقاو الهيكل العظمي الثاني. المحققين تصدموا، ويلي شنو هادشي هذا؟ كملوا الحفير البيت الثاني، جبدوا جثه اخرى كان باين عليها مفعول ديال الزمان والرطوبه. الصدمه الكبرى كانت في المرح. تحت الارض ديال المرح لقاو 3 ديال الجثث فوق من بعضياتهم. الرعب الخوت ما وقفش هنا. واحد المحقق شك في واحد الحيط حيتاش البني ديالو كان ماشي بحال الحيوط الاخرين. قال لهم نهرسوا هذا الحيط، ووسط من الحيط لقاو جثه اخرى مدفونه وواقفه. الدار تحولات لمقبره جماعيه، كل بلاصه حفروا فيها كانوا كيلقاو بقايا بشريه، عظام، جماجيم وملابس قديمه. ومع كل جثه كانوا كيلقاو ادوات ديال السحر، طلاسم مكتوبه برموز غريبه وابان مغروسه في مناطق معينه وتصاور ديال الناس وخيوطه معقدين. ادله دامغه على ان هاد الناس ماتوا في اطار الطقوس ديال الشعوذه. البوليس كيحفروا وكيجبدوا. في الاخر الحصيله كانت كارثيه، اكثر من 12 جثه، 12 الانسان اللي تم الدفن ديالهم بدم بارد تحت ارضيه ديال ديك الدار الملعونه. الصحافه الوطنيه والدوليه كلها ولات كتهضر على ديك الدار ديال الرعب اللي في قنيطره. البوليس عندهم مقبره ولكن القاتل ما كاينش. الاسم ديال رقيه بنت الحنش ولا مطلوب رقم 1 في المغرب. التصاور ديالها توزعت على كاع الكوميساريات اللي كاينين. تحريات بدات باش يلقاوها. من بعد بحث طويل قدروا يحددوا المكان ديالها. كانت عايشه في مدينه اخرى بهويه مختلفه وبشكل مختلف تماما. كانت دايره الحجاب وكتقدم راسها للناس على انها سيده كبيره في السن، عايشه حياه هادئه بالفلوس اللي سرقات من الضحايا ديالها. تم الاعتقال ديالها في واحد العمليه محكمه. في التحقيق السيده نكرات كل شيء، قالت انها كانت غير كتدوي الناس بالقران وانها ما كتعرف والو على دوك الجثث اللي لقاو. ولكن ملي المحققين واجهوها بالادله اللي لقاو في الدار وفي الاخر اعترفت. الاعترافات ديالها كانت ابشع من الجرائم براسها. اعترفت ببروده الدم انها كانت كتستهدف الزبائن ديالها اللي كتعرف عندهم الفلوس ولا الذهب. كانت كتوهمهم انها غادي دير لهم شي خدمه قويه، ولكن هاد الخدمه خصها طقوس خاصه وخاص الضحيه تبقى معاها في الدار. كانت كتقدم لهم اتاي ولا حليب بالقهوه مخلط واحد الماده اللي كتخضر. ملي الضحيه كيفقد الوعي كانت كتقتلو اما بالخنق او بالضرب على الراس بشي اله حاده. من بعد كتجردو من كاع الممتلكات ديالو وكتدفنو تحت الارض ديال الدار. والابشع من هادشي هذا انها كانت كتستعمل اجزاء من الجثث ديالها ديال الضحايا بحال الشعر والعظام باش تصايب طلاسم للزبناء الاخرين، هكا باش تقوي السمعه ديالها على انها فقيهه وواعره والسحر ديالها ناضي. كانت كتبيع الوهم للناس وهم اللي مصنوعه من ارواح ناس اخرين. المحاكمه ديال رقيه بنت الحنش كانت حدث وطني، تحكم عليها بالاعدام اللي من بعد تحول للمؤبد. والقصه ديالها ولات مثال حي على المزيج القاتل بين الجهل والياس والطمع البشري. القصه ديال هاد السحاره الخوت ماشي مجرد قصه ديال الرعب باش نتفرجوا فيها، هذه مرة كتعكس واحد الواقع اللي مر، واقع ديال الناس اللي ملي كيوصلوا لدرجه الياس كيكونوا مستعدين يثيقوا في اي واحد ويديروا اي حاجه غير باش يلقاو بصيص ديال الامال. وهنا فين كيكونوا الشياطين بحال رقيه كيتسناو وكيستغلوا هذا الياس وكيبنيو الثروات ديالهم على حساب الالم ديال الناس وبعض المرات على حساب حياتهم. الرساله اللي بغيت نوصل لكم اليوم ماشي هي انكم تكفروا بالمعتقدات ديالكم، كل واحد حر في راسو
ولكن الرساله هي خدموا عقلكم. الله عطانا عقل باش نميزوا به بين الخير والشر، بين الحقيقه والخرافه. وقبل ما تمشي تقلب على حل سحري للمشاكل ديالك عند شي واحد اخر، قلب عليها غير في الصلاه ديالك وفي الدعاء وفي الصبر وفي المجهود وفي الاخذ بالاسباب المنطقيه. وقبل ما تحط الثقه ديالك والفلوس ديالك بين يدين شخص اخر كيوعدك بالمستحيل، سول راسك واش هذا الشخص ملاك مرسل من السماء ولا شيطان لابس قناع ديال بنادم. هذه الخوت كانت هي قصتنا ديال اليوم. قصه معقده شويه ولكن ضروري كان خصني نعاودها. ما تنساوش تخليو لي في التعليقات واش فايت لكم سمعتوا بشي قصه بحال هذه في المدينه ديالكم، وبارطاجيو الفيديو. واهم حاجه ما تنساوش تخليو معكم واحد لايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس باش هكا يوصلكم كاع الجديد. تهلاو.